وعلى فكره ده اللي خلى سيد ابو شامه اصلا بطل موضوع يوتيوب، ان انا اطلع واقول لك بص الماوس ده النهارده هتلاقيه عند مش عارف مين ب 10 ريال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ مش محضر اي حاجه، بس في موضوع مهم كده ممكن نحكي فيه شويه كده. انت فين يا عم؟ بيجي لي بعض التعليقات من زمان، يعني او مش من زمان، قصدي من الناس القديمه اللي كانت متابعاني على القناه ايام ما كنت نشط على القناه. فكل شويه يجي لي تعليق بتاع انت فين يا عم وبتاع مش عارف ايه. فانا موجود، بس قررت ان انا اشتري دماغي او اريح دماغي او ابعد عن الدوشه بتاعه يوتيوب، واللي انا ممكن ابداها معاك حاجه في حاجه دلوقتي واوريك ووجه نظرك او وجه يعني عنايه انتباهك، اوجه انتباهك ناحيتها. اللي هو مثلا ايه؟ اول حاجه انت دخلت كده اهو، ايه يا عم ده احنا في الصيف ولابس توب شتوي. اول حاجه المايك نازل قوي كده، حاول نعدله شويه. ما هو المايك احب اربطه على البتاع دي وخلاص كده. فاول حاجه اقول لك ايه ده؟ لابس توب شتوي واحنا في الصيف. تعليق يا عم بص عشان مش عارف ايه حاطط صوره المكتبه. صدفه انه انا اللي مصور الصوره دي بالمناسبه يعني، وكانت المكتبه في وقت من الاوقات اعتمدتها ان هم حطوها على جوجل لفتره كبيره من الزمن. تخش تكتب مكتبه الملك فهد الوطنيه فيطلع لك الصوره دي، وكنت عملت فيديو عنها ومش عارف ايه وبتاع. لكن الناس الجديده والناس اللي هي بتخطفك كده كفيديو يعني يتفرج عليه وهو معدي على اليوتيوب وهكذا، ما بياخدش باله من الحاجات دي، او مش متابعك او مش عارفك او مش عارف انت بتعمل ايه او انت هنا ليه او انت بتعمل ايه، فيقوم خبطك التعليق وطالع ايه. فيجي لك تعليق زي بتاع ان انت في الصيف ولابس توب شتوي، هيجي لك تعليق زي بتاع انت ليه حاطط الصوره دي. وانت بتبقى في وقت من الاوقات مثلا ايه، طب لو رديت عليك الموضوع هينتهي. يعني لو قلت لك ان انا مثلا ايه ما كنتش مجهز ان انا اصور ولا اي حاجه ولا في لبس جاهز، فانا قمت لبست التوب وبتاع وخلاص، وهو كان يعني ايه اسرع حاجه جت في ايدي يعني وبتاع، خلاص كده اوكي. طيب لو زي ما قلت لك ان انا اللي مصور الصوره دي اصلا ورفعتها على جوجل والمكتبه اعتمدتها ومش عارف ايه بتاع، بتخش في هيدك، بتخش في دوامه التعليقات ودوامه الناس اللي مش فاهماك ودوامه الناس اللي معديه ودوامه الناس اللي هي في فيديو من الفيديوهات بتاع المترو. كنت لقيت ريالين على الارض فضه، يعني ريالين كوينز، يعني تعليق من التعليقات وهتلاقوه موجود ده. بيقول لي انت ازاي تاخد الريالين تحطهم في جيبك وما تتصلش بالشرطه؟ مش عارف. وانا لو اتصلت بالشرطه قلت لهم ان انا لقيت ريالين، يعني انت متخيل يعملوا فيها ايه؟ او لو وقفت عربيه شرطه وقلت له انا لقيت الريالين دول في الشارع، انت متخيل هيعمل فيها ايه؟ فانت بتحس ايه لوهله كده ان انت مش بتتعامل مع بني ادمين حقيقيين. يعني تخيل ايه واحد ماشي في مصر فلقى 2 جنيه على الارض اللي هم زي الريالين، يعني انت ازاي ما اتصلتش بالشرطه وسلمتهم ال 2 جنيه؟ لو انت مش متخيل لو انا اتصلت بالشرطه هنا في السعوديه هيعملوا فيها ايه قصاد ال 2 جنيه، انت مش متخيل هم يعملوا فيها ايه في مصر. يعني هتوقع نفسك في سخريه. ده لو انت ايه يعني ايه، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني هيقفل في وشك. انت متصل اصلا عشان تقول لي ان انت ريالي. جديه الحكايه ان انت تاخد المعنى دوت او التعليق ده على محمل الجد، فمش موجود. طيب يعني انت عارفين ان انا كنت بعمل سلسله عن تجربه، اللي هو جبت حاجه وقعدت بيها فتره وبعد كده جربتها، او عندي تجربه هنا في امر ما او مش عارف ايه بتاع، فتيجي ان انت تحاول تكمل في التجربه فتبص لان في حاجه انت بتصطدم بيها فممكن تعمل لك مشكله. اللي هو مثلا يعني ايه، طبعا بقى لي فتره كبيره ساعات ما كنت بعمل فيديوهات وبعد وهكذا، فتعاملت مع حاجات كتير جدا وتعاملت مع شركات كتير جدا وتعاملت مع مطاعم كتير جدا وتعاملت مع محلات كتير جدا وهكذا. عايز اكتب تعليق ان المحل ده وحش او الاسلوب فيه كان وحش او التعامل فيه كان وحش، فانت هتخاف ان انت تعمل لك مشكله ايا كان بقى الشخص. خد بالك برضو هنا في حته مهمه جدا، انت لو انت اجنبي او انت سعودي وعملت تعليق سلبي على يعني شركه من الشركات او على اللوكيشن بتاع جوجل بتعمل لك مشكله. من ضمن مثلا المرات كنا قاعدين في كافيه، المفروض ان هو القعده هاديه جدا، يعني قاعدين هو كافيه اصلا، احنا رايحين نقعد عشان نتكلم كده بهدوء واخدين كورنر على جنب وبتاع مش عارف ايه. صوت الباريستا عالي جدا 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 جدا، يعني احنا مش عارفين هم بيتخانقوا ولا بيتكلموا. فانت تخاف، بلاش تخاف، تقلق بلاش تقلق،
تتجنب ان انت تكتب تعليق يا جماعه انا كنت موجود في الكافيه في اليوم الفلاني والساعه الفلانيه وكان الباريستا واقفين بيتكلموا بصوت عالي جدا. هنا بقى التصرف الفيزيكال، انا رحت طلبت منهم قلت لهم يا جماعه احنا مش عارفين نتكلم ومش عارفين نركز، كنا قاعدين بنعمل حاجه، فلو سمحتوا صوتكم بس وبتاع مش عارف ايه. فالموضوع لو عدى في المنطقه دي مش بيعدي لك في التعليق. فيعني ما اعرفش، اتمنى ان هو يعني وزاره التجاره او كده تاخد بالها من الحته دي، ان هو انا ممكن اكون عندي تعليق بس الشركه هتعتبره تعليق سلبي، بس هو مش سلبي، بس هو انا عايز في مشكله معايا في مش عارف ايه. وطبعا اكيد مش هتروح تقول ترفع شكوى، ممكن حد يقول يرفع شكوى، فانت اكيد مش هتروح ترفع شكوى لوزاره التجاره وتقول له انا كنت في الكافيه في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه كان الباريستا صوتهم عالي جدا. يعني انا لو انا موظف يعني لا، اتعاملت مع مثلا شركات كنا بنجيب منهم حاجات وبتاع، ده بيزنس تو بيزنس يعني اصلا مش شخص يعني، وكان عندنا مشكله معاهم وكانت رده الفعل من الشركه عنيفه جدا. بس الحوار يعني ما مشيش بقى كان ان انا اكتب كومنت على لوكيشن او كده، وصلت بقى كونكشن وبتاع مش عارف ايه لغايه ما وصلت لابن صاحب الشركه يعني، كلمته قلت له الوضع حصل كذا 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 كذا، ده امر يعني مش مقبول وبتاع مش عارف ايه. الراجل كان ذوق جدا 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 وكان متعاون جدا، وفي لحظات كده بصيت لقيت تليفونات جايه لي ورا بعضها، احنا كذا كذا كذا، احنا نيجي نعمل لك البتاع، هنحل لك المشكله مش عارف ايه. حد ممكن هنا التعليق بتاعي اللي هو انا جاهز لك بالتعليق ده، حد هنا ممكن يجي يقول لي طب ما انت عرفت تحلها اهو. انا عرفت احلها عشان كان عندي كونكشنز مع السيلز اللي موجودين في الشركه دي، وبعد كده تركوا الشركه، وبعد كده بالصدفه قلت له انا عايز حد كبير في الشركه فاداني الرقم فمش طيب. لو شخص عادي ما عندوش الكونكشنز وما يعرفش حد في السيلز وشاف الراجل بتاع التعليقات اللي هو بيبقى جهز لك في التعليقات ده، انا جاهز لك تحت مش عارف ايه بتاع، بيخليك نرجع للموضوع الاساسي اللي هو بتاع بلاها محتوى وبلاها سوشيال ميديا وبلاها يوتيوب وبتاع. وعلى فكره ده اللي خلى سيد ابو شامه اصلا بطل موضوع يوتيوب. سيد كان متحمس جدا وكان بيحب يصور جدا وبتاع مش عارف ايه، بس هو لما صور عدد كبير جدا من الحلقات وصار في مناطق مختلفه، خد بالك انه يعني مثلا كان في حد كذا حد بيقول لي ان انت ليه ما تتجهش للاتجاه التجاري، فانا رافض الموضوع ده بصراحه. يعني مش هينفع، وطبيعه شغلي وطبيعه الناس اللي انا اعرفها وبتاع مش هينفع ان انا اطلع واقول لك بص الماوس ده النهارده هتلاقيه عند مش عارف مين ب 10 ريال، مش هعرف اعمل الكلام ده اصلا، فمنظري مش هيبقى تمام. وطبعا هيجي واحد يقول لي يعني انت مش عاجبك الناس، ما تريح دماغك يعني، ريح دماغك، كل واحد حر في اللي هو بيعمله. في الاخر اليوتيوب او غيرها من المنصات اللي الناس بتطلع فيها بتتكلم، واللي خلاني اصلا اتكلمت النهارده كان يعني صدفه كده، انا مصري في السعوديه والنهارده كنت اشوف فيديو لراجل سعودي في امريكا، وهو القناه اسمها كده، راجل اتكلم كلام جامد جدا، هو بيتكلم عن تجاربه الحياتيه وان هو بيشوف مين فبيستفيد منه وبيشوف مين فبيعتبر منه وهكذا. وكان بيتكلم عن قناتين على اليوتيوب، قناه بتتكلم بسلبيه وقناه بتتكلم بايجابيه، واحد بيتكلم سلبيه جدا وواحد بيتكلم بايجابيه جدا. فهو بيقول لك انا بتفرج على بتاع السلبيه ده عشان اخد بالي من الحاجات اللي هو وقع فيها ما اعملهاش، وبتفرج على الراجل بتاع الحاجات الايجابيه عشان احاول اطور من نفسي واعمل وهكذا. ففي الاخر يعني انت لما بتطلع تتكلم عن تجربه او عن حاجه او عن امر يعني او عن جهاز او عن ماوس مثلا، عن يعني مثلا الماوس ده حلو، مش هقول لك اسمه ايه، بس هو بص الماوس ده ملوش صوت، ماوس سايلنت، انا مريحني جدا. ليه؟ لان هو ما بيعملش حاجه، عملت اوكي، ما بيعملش حاجه، ما بيعملش صوت، ما فيش تك 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 دي، فهو ما فيش صوت. فانا ممكن اطلع اقول لك ان الماوس ده حلو وبتاع مش عارف ايه، بس ممكن بطريقه ان انا مش هعمل اعلان يعني، لان انت برضو لو عملت اعلان او لو ما عملتش اعلان، انت واقف بالصدفه في مكان فقلت الله المكان ده جميل يا جماعه تعالوا المكان ده، اعتبروا ان ده اعلان ودي تبقى مخالفه وتبقى فيها غرامه وبتاع. طب يعني تحس انه الموضوع صحيح هو مش بالقدر اللي انت ايه اللي انا بحكيه ان انت تهوله، لكن هو انا قلت انا اشتري دماغي وراح دماغي وبتاع، لان الكونتنت بقى اللي انا كان نفسي فيه ان انا اعمله اصلا اللي هو المحتوى بتاع ان انا افرجك على الاماكن السياحيه هنا او المزارات او الاماكن الغريبه، زي انا كنت بروح مثلا البحيره السريه، كهف عين هيت، هتلاقي تعليقات على الكهف ده في ناس تقول لي انا سعودي مولود في الرياض وما اعرفش خالص المكان ده وبتاع، كنت حابب الحته دي. لكن غالبا ناس طلعت مش مهتمه بالحكايه دي، يعني الناس مش بتهتم بالموضوع ان هو مكان سياحي وبتاع مش عارف ايه، لكن في جالي تعليقات كتير جدا عن
بتنزه البحيرات وكل الناس غريبه وقريبه يعني تعرفني او كده. قال لي انا انبسطت جدا من المكان ورحت. اوكي بس هي دي بتخبط في كل فين وفين وبتاع، وكان الحوار كان فيه دوشه كتير جدا وحركه بالعربيه مسافات ومش عارف ايه وبتاع. هي بتبقى تجربه انت بتجربها تحاول تنقل للناس، لكن في بعض من الناس بشر كده كنت بفكر في الحكايه دي فعليا. انت حواليك ناس مؤذيه جدا، مؤذيه بلا هدف، بلا هدف. هو بيحاول يأذيك بلا هدف، يعني ما فيش، هو هيأذيك بالتعليق حتى، مش شرط ان هو يأذيك في حاجه كبيره، ان هو لا هو يأذيك بالتعليق. انا كنت بعتبر يعني ان انا عندي تعليقات سلبيه، فكنت بكلم انا وحد يعني فبقول له يعني انا عندي حوالي 3 4% كده تعليقات سلبيه، فقال لي 3 4 انا عندي حوالي 40% تعليقات سلبيه. فقلت له 40% انا ممكن يعني انا مش هقول لك اقفل القناه، ده انا اقفل كل حساباتي على السوشيال ميديا يعني. فالمهم ده كان فيديو كده سريع دوشه كده يعني شويه. وعشان حتى اليوتيوب كان بعت قال لي على فكره لو انت ما نزلتش اي فيديو على القناه قناتك تتلغي وهنسحب منك البارتنر، عشان انا بارتنر مع اليوتيوب. قال يعني يوتيوب بيديني فلوس، القناه دي ما بتجيبش فلوس اصلا. يعني انا قعدت فتره انتج محتوى بالتليفون، وفتره انتج محتوى بكاميرا تعبانه، وفتره انتج محتوى بكاميرا سلف وبتاع. ولما بقى عندي عدسات وكاميرات ومايكات واضاءات بطلت انتج محتوى من الزهق. فلو انت بتتفرج بصيغه ايجابيه حاول ما تزهقش، بس حاول تأمن نفسك، او مش تأمن نفسك يعني تحذر يعني وانت بتتعامل باستمرار، عشان خاطر انت في الاخر بتعمل حاجه هوايه. اليوتيوب دوت او التصوير هو هوايه، حاجه كده مزاج يعني. خد بالك ان انت ما تتضرش في شغلك الاساسي، في عيشتك الاساسيه، سواء كنت في مصر، في السعوديه، في امريكا، سواء انت كنت مغترب او شخص برضو مواطن يعني من الدوله. فخد بالك ان انت ممكن تصحى الصبح تبص تلاقي ان فيديو كان عادي جدا كنت بتعمله في حته عاديه جدا، فحد يخبطك في حته فظيعه جدا. فكان نفسي اقول كلام اكتر من كده، وفي حاجات كتير جدا كان نفسي احكيها، بس برضو من ضمن موضوع ان هي ريستريكتد، انت بتحاول تفلتر على قد ما تقدر. بس اتمنى الفيديو يعجبكم، والناس اللي بتحب الدردشه وبتاع تستمتع بالفيديو. وسيب لي تعليقك السلبي تحت الفيديو عشان توحشتني. انت فين؟ سلام.